أسرع حاجة تاخديها معاكِ المصيف أو في أي رحلة أو لو أنتِ سِت عاملة هي البانيه، بس طبعًا لازم له تجهيز في الأول. إيه هو التجهيز بتاعه؟ هاقول لِك، أول حاجة هتجيبي صدور فراخ، أحسن حاجة ما تجيبيش بانيه، وقطّعيها زي ما أنتِ عايزة بالسمك اللي أنتِ عايزاه، ويُفضّل تقطّعيها سمك تخين شوية، وأنا هاقول لِك السبب بعد كده إيه. بعد كده هنجيبها سمك تخين زي ما قُلنا ونطبطب عليها شوية بقى بالشاكوش بتاع البوفتيك، بالفرادة أو العجانة اللي إحنا بنعمل بيها البيتزا، عشان خاطر يستوي أسرع وفي نفس الوقت يتخلّله التتبيلة ويبقى خطير معاكِ. وده أحسن حاجة زي ما قُلنا للمصايف، للست اللي بتشتغل ومش فاضية إن هي تروّح تتبّل، وفي نفس الوقت هيطلع معاكِ زي كإنِّك لسه عاملاه دلوقتي حالًا. خلاص، فردناهم كلّهم وفي أي حاجة تخينة، يعني لإن بيبقى في حتت كده في البانيه تخينة بتتفرد على طول. هنحط بقى التتبيلة عبارة عن ملح، معلقتين كبار من الملح، فلفل اسود، 7 بهارات، خلنجان، حبهان، طبعا التوأم بابريكا وشطة وتوم باودر وبصل باودر، والسبع بهارات ومعلقتين من الخل، وقلبيهم كده كويس مع بعضهم. وسيبيهم في التتبيلة دي حوالي ساعة. وبعد كده هاتي بيضة حطي عليها معلقتين من اللبن الكبار وتبليهم بملح ومن الفلفل الاسود، وحطي بقى في طبق تاني نحط عليهم كوباية من النشا بدون أي إضافات تانية، وما تحطش بيكنج باودر. والطبق التالت اللي هو الكفر النهائي هنحط عليه بقسماط عادي، ونحط فيه بقى طبقة من الكريسبي اللي بنشتريه بقى ماي واي، أو كريسبي السايب اللي بنشتريه من العطار. وأنا دايما بضيف عليه حوالي معلقتين من الدقيق. في ناس بتقول فين البيكنج باودر يا لا، مش هنحط في الوصفة دي بيكنج باودر خالص. احنا بنعمل حاجات نقدر نفرزنها في التلاجة أو سوري في الفريزر، فمش هنحتاج بيكنج باودر خالص. خلاص، قلبنا كده زي ما قلنا البقسماط على الدقيق على الكريسبي. هنعمل ايه؟ هنطلع واحدة من البانيه المتبل هنحطها في النشا، بعد كده نحطها في البيض، بعد كده نحطها في الطبقة الأخيرة كفر الأخير وهو البقسماط بالكريسبي، واضغطي عليها جامد. وهكذا بقى هنعمل كل الكمية دي. بعد ما تخلصي الكمية دي هاتي أي أطباق في اللي بتتباع في أي محلات بتوع الأعياد الميلاد أو البلاستيك، او تقدري تستخدمي بتوع اللي هو العلب التلاجة البلاستيك العادي، وهنحط فيهم آه، طبقة وطبقة وطبقة. كل طبقة فيهم هتبقى عكس التانية. تحطيهم بقى في اطباق فل دي، وهاتي الاكياس برضو بتتباع عند نفس الراجل اللي اشتريتي منه من الاطباق الفل دي، هتقولي له عايزة ربع اكياس بلاستيك بتاع التلاجة، هتحطيهم في التلاجة. واضمن لك ان الوصفة دي خطيرة، بس اهم حاجه ان انت تفرزنيها في الديب فريزر او في الفريزر قبل ما تروحي المصيف بيومين او 3 ايام، عشان تفضل معاكي متلجه لو انت ما عندكيش ايس بوكس. وفي نفس الوقت لو انت عايزاها تاني يوم طلعيها من بالليل او الصبح هتفك معاكي. واول ما تفك، بس ما تسيبيهاش تفك خالص، لا، تبقى فكه كده زي كأن هو البانيه اللي بنشتريه اكياس، يبقى فاكك نص فكه، تحطيه في الزيت وهيطلع لك بالمنظر الذهبي اللي في اول الفيديو ده. حاجه كده خطيره، تاكلي صوابعك وراها. وفي نفس الوقت يعني حاجه تشرف، يعني لو عندك عزومه مش بس هتاخديه معاكي المصيف، لا، لو عندك عزومه راجعه من الشغل تعبانه وعايزه تاكلي اكله حلوه، الفلوس بره بقت غالية، لا اعمليه وعلى ضمانتي. آية فاروق.